يقول وجودي على من فارق الدار والبلد، كل التوجد والتواجد والوجود. وجود 4 شيبان كل معه ولد، والأولاد كل راح منهم ولم يعود. والأول من الشيبان جاء عينه رمد، من القهر لام الدمع قد جرح الخدود. وذي بعدها اعتزل من الناس وابتعد، وحدد حياته في ركوعه وفي السجود. والاثنين ذي باقي في الهم والنكد، وماتوا بموت الهم وتواروا اللحود. والولد الأول منهم ضيع المرد، وعمره 8 سنين أو 9 لا يزود. وزاده كمل في خبت ما فيها من نشد، خلا خبت خالي فيه ما تسكن القرود. دخل يلتقي في غار مذكور بالحفد، مخافة تقطع لحمها الأسد والفهود. وهو غار أفعى سمها من كبد، وراوه قفا ما سمته يرتي الكبود. والاثنين ذي باقي حد منهم فقد، ليمناه والآخر لرجله وهم شرود. وعجاهم على صوت انفجار اللغم مدد، على طقم بازرعه وفوقه 4 جنود. وجنبوا شالوهم بسرعه في أمد، يبوا يسعفوهم صوب دار الملك سعود. بسرعه تفوق الطير لا الجنحه فرد، وطبلونه 200 يشكيل الذي يقود. يوم اشتلع في تعس واشتل واستند، وقف قرب راس الطعس ذي طالعه سنود. ومن الأرض 5 متر اشتل واعترد، ولا هو بحادث سيره وخلص الوقود. تفجر عليهم لغم والأرواحهم حصد جميعا، ولا خلا من الكل من يعود. حياة البني آدم كما حبة البرد، هواها يذوبها وترحل من الوجود. سوى الكل فيها بس من جد واجتهد، يحصل قفا موته ثمر بذلة الجهود. سوى الكل فيها بس من جد واجتهد، يحصل قفا موته ثمر بذلة الجهود. سلامتكم.